آم، ده اول ريكورد ليا اعمله على سبريكر. بصراحه انا ما عملتش ريكوردز قبل كده اصلا، دي اول مره ليا خالص. المهم، مش بحب الانترودكشنز الطويله يعني. انا بس حبيت اول موضوع ان انا اتكلم فيه يكون عن كذا حاجه يعني. اول حاجه عن السايتس بتاعتنا اللي هي السوشيال نتوركس. الفيسبوك. الفيسبوك بقى كله اصفر 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 اصفر، في ناس بدأت تحط احمر دلوقتي. انا عايزه بس يعني افهم ايه علاقه الاصفر بالرابعه العدويه، يعني بما انها يعني اشاره مرور فهم عاملينها اصفر، يعني ايه العلاقه؟ طب الاربعه احنا فاهمينها، لكن حكايه الاصفر ديت لسه جديده علينا، يعني ما حدش فاهمها. لغز فهمه الاخوان بس. المهم، الناس بقى بدأت ان هي ايه يعني كالعادة. الناس بقت كلها عمالة تقلس وتعمل حاجات عليها تقليس بقى، وعمرو دياب عاملينها على الخلفية الصفراء ومش عارف ايه والحوارات دي. يعني طبعا المصري معروف بان هو دايما بيحب يبتكر. ديت اول حاجة. دلوقتي بقى في نزاعات ومعارك موجودة على الفيسبوك بسبب الموضوع بتاع بسبب الموضوع بتاع الاخوان دوت، ان في نزاعات من زمان اصلا بسبب السياسة. كلها بسبب الاخوان واللي ضد الاخوان. وقبل كده ساعة 25 يناير كانت بسبب ان الناس بقى اللي مع الثورة والناس اللي ضد الثورة ومش عارف ايه بقى، والحاجات الغريبة اللي كانت بتتعمل ديت كده بالنسبة للفيسبوك. ده كده النزاعات والمعارك اللي موجودة عليه. وفي بقى اللي هو ناس اللي بيعملوا pages ضد سيدنا محمد وضد ربنا ومش عارف ايه، والناس بقى تدخل وتقعد تشتم ويقعدوا يعملوا في ريبورت لغاية ما البيج تتقفل. في حاجات احنا اتعودنا عليها من زمان اصلا. وفي نزاعات ما بين الاهلاوية والزملكاوية، بالذات كانت امبارح يعني. في نزاعات ايه تاني؟ بس كده على الفيسبوك ما فيش حاجة تانية اعتقد. بعد كده بقى ننقل على التويتر. بصراحة انا مش متابعة تويتر قوي يعني، بس ما اعتقدش ان في حاجة برضه، هي نفس الحوارات. اخوان مسلمين ضد الناس العادية اللي هم المصريين العاديين يعني. على فكرة انا رأيي السياسي مش حيادي ابدا. انا منحازة جدا للشعب ومع 30 ستة جدا، وضد الاخوان بكرههم بصراحة. في تاني على الاسك اف ام. طبعا احنا عارفين المعركة الفظيعة اللي ما بين يوسف مختار وما بين يحيى، وكل المواضيع داخلة في بعضيها يعني. بس يعني انا بتكلم على كل سوشيال نتورك لوحديها. يحيى خالد ويوسف مختار، المعركة الدايرة ما بينهم. وانا شايفة بصراحة ان الموضوع زاد عن حده قوي. ملوش اي لازمة ان هما بيعملوه دوت، ان هما مقفورين خالص يعني. كل واحد فيهم عمال يجيب فضايح للتاني، وعمالين مبهدلين بعض وشتايم وبالاب وبالام ومبهدلين بعض وفوتوشوب وجايبين صور ويلا الفضيحة الجديدة ومش الفضيحة الجديدة، وقاسمين الناس ما بينهم. ده خسر فانس بالهبل وده خسر فانس بالهبل. وناس تانية بما انها انحازت لرأي من الرأيين، بقت ناس بتكره دوت وناس تكره دوت. يعني مثلا مش عايزة اذكر اسماء كتير، بس مثلا زي عادل خالد، بما انه تقريبا منحاز ليوسف مختار، فالناس كلها بقى قلبت ضده ومش عارف ايه لا I lost respect ومش وانا كرهتك بعد ما كنت بحبك، والحوارات بقى المحن بتاع البنات دوت. بغض النظر بقى عن الفضايح اللي هما بيعملوها الغريبة ديت، وان فعلا يحيى طلع اوفر شوية، لا اوفر كتير يعني. في كمية محنة فظيعة موجودة عنده على الوول بتاعت الاسك. بس ده عادي يعني.
بس ما اعتقدش ان الموضوع مستاهل كل دوت. وبعدين مش فاهمه انا ايه النقطه بتاعت محروق مني عشان انا مشهور ومش مشهور ومش عارف ايه. انت على الاسك على فكره، مش تلفزيون مثلا ولا على الراديو علشان تبقى حد مشهور قوي وكل الناس عارفاك. ده يا دوبك انت معروف ما بين اليوزرز بتوع الاسك بس، مش اكتر. يعني الموضوع مش موضوع شهرة وان انا ده محروق مني وده مش محروق مني ومش عارف ايه. انا مش شايفة ان في اي بوينت مفيدة في الموضوع. يعني هما الاتنين غلطانين وهما الاتنين اوفر، واعتقد الموضوع ده لازم يخلص باقصى سرعة اصلا، لان الموضوع بقى اوفر جدا. انا واحدة من الناس انا كنت بحترم يحيى بعد اللي حصل دوت. يعني مش ما بقيتش بحترمه، بس يعني مش زي الاول. انا كده اصلا مش بحب المحنة ده، حاجة يعة قوي. ويوسف مختار برضو انا كنت من الناس اللي بشجعه جدا، بس بعد الافوره اللي بتحصل ديت انا بجد مش معاه قوي يعني. وانا معاه بس مش معاه قوي. ديت كده الحاجات اللي على الاسك. هو دوت النزاعات الوحيده اللي موجوده على الاسك. يعني عظمه الشعب المصري في ان هو بيكبر حاجه صغيره جدا وتافهه جدا وبيعملوا عليها معارك والناس اتقسمت وبيدخلوا يشتموا بعض جامد ومش عارف ايه، وانت ضدي لا انا ادخل اشتمك. طب يعني عايز تنتقد حد ما تشتمهوش، ملهوش لازمه الشتيمه. او دخلت انتقدت. ليه تدخل تنتقد النون؟ يعني ليه انونيمس؟ ليه يعني ما تشيل المارك وخليك راجل كده لو انت شايف ان كلامك صح، او انت كبنت شايفه ان انت محترمه وباللي انت بتعمليه بالمحن اللي انت هتعمليه دوت، بان انت دخلتي تهاجمي حد في الاثنين. والافوره اللي مثلا تدخلي عند يوسف تدخلي تقولي يحيى دوت انت محروق منه ومش عارف ايه، ده اسمه محن يا ماما. يعني ايه اللي انت تعمليه ده اصلا؟ ملوش لازمه خالص اللي انت عملتيه. يعني انت بتقللي من نفسك مش اكتر. طب لو انت شايفه نفسك ان انت صح كنت تشيلي الماركه اصلا. يعني خليكي تكلمي كده وبيني اسمك وخليكي بني ادمه محترمه. سواء بقى عند يوسف او سواء عند يحيى بالكلام الغريب اللي انتوا بتكتبوه دوت. يعني هو انا بحبك وعايزه اتجوزك وانت صاحبي وانت جوزي ومش عارف ايه، والكلام الاوفر ده كده اعتقد بالنسبه للاسك. في بقى طبعا على البي بي ام، وفي على الواتساب، وفي اللي هي الحاجات اللي برضو على الموبايل ومش عارف ايه. في حوار منتشر قوي اللي هو بتاع مسيح الدجال قرب ويوم القيامة ومش يوم القيامة. الحوار دوت بيظهر كل 3 سنين مرة تقريبا، او لا كل سنة برضو بتيجي معاهم فترة كده هو بيبان الايمان عليهم مرة واحدة، وتلاقيهم كلهم داخلين بقى ايه المسيح الدجال ومش المسيح الدجال والحكاية ديت وعلامات يوم القيامة خلاص وكده. فاعتقد ان الموضوع ده اتكرر كتير قوي. وبعدين ما فيش حاجة مؤكدة ومحدش فينا عارف اي حاجة خالص. احنا ما فيش اي، يعني ما فيش حاجة مؤكدة. وبعدين يعني اعتقد ان ما فيش حد هيتنبأ بالحاجات ديت خالص. يعني الناس بقى اللي عماله تقول ان هيحصل بركان وهتطلع جزيره جديده ومش عارف ايه، والمهدي المنتظر قرب ومش المهدي المنتظر، والحاجات الغريبه اللي بتطلع كتير دي. طب انتوا بتخوفوا الناس؟ يعني ممكن عيل صغير تخوفوه بالكلام دوت، او يعني ممكن حد بيخاف تخوفوه من الكلام دوت وهو يعني طب ليه يعني ليه تخوفوا الناس وانتوا اصلا مش متأكدين؟ يعني دي حاجة عند ربنا بس هو اللي عارفها. طب خلاص انتوا تدخلوا في الامور ديت ليه اصلا؟ يعني عايزين تحذروا الناس، حذروهم بالطرق ابسط من كده بكتير. اللي هو ممكن تقولوا مثلا ان احتمال ان المفروض ان احنا نتوب ومش عارف ايه، ومفروض ان انت ما تعملش حاجه غلط مش عشان الناس، مش عشان نظره الناس. المفروض ان انت تعمل كده علشان نفسك، عشان ربنا، علشان اخرتك كده. لكن اللي هو بقى مش تقعد صيغه التهديد ديت. بس ديت كده الحاجات اللي على السوشيال نتوركس كلها تقريبا.
هي دي اللي انا كنت عايزه اتكلم فيها. باي ذا واي، انا مش بتكلم على الموضوع بتاع الاسك اف ام علشان في ناس تبقى داخله بتقول انتوا عايزين تتشهروا ومش تتشهروا وكده. لا خالص، يعني انا عملت السبريكر علشان اتكلم، بس عشان اقول رايي مش اكتر، مش عشان اي حاجه تانية. مش عشان ان انا اكسب شهرة. اولا انا مش مشهورة خالص، ولا على الاسك ولا على تويتر ولا على فيسبوك ولا اي حاجة خالص. ومش عايزة اتشهر، دي حاجة اصلا مش كويسة. يعني هي كويسة ومش كويسة. انا بس جست ان انا كنت عايزة اقول رأيي مش اكتر، كنت عايزة الناس تسمع رأيي، يا رب الناس تسمع يعني. بس يعني انا ماليش مصلحة في اللي انا بقوله دوت، بس انا اعتقد ان انا من حقي ان انا اقول رأيي زي اي حد بيقول رأيه، ومش من حق اي حد ان هو يتدخل في رأيي خالص، ولا يحاول ان هو يغيره لي، لان مهما حصل اللي مقتنع بحاجة عمره ما بيغيرها. انا مش بتكلم عليا انا بس، انا بتكلم على اي حد تاني، اي حد قال رأيه، اي حد بيهاجم، اي حد بيدافع. اعتقد ان اللي انا، او مش انا بس، كل الناس برضو لما بيبقوا مقتنعين بحاجة قوي ما بيغيروهاش. بيفضلوا متمسكين بيها لغاية النهاية، لغاية ما تثبت عكس الكلام اللي هما بيقولوه. يعني لازم تكون في حاجة تعمل بروف ان الكلام اللي انا بقوله دوت غلط. فديت وجهة نظري، وما اعتقدش ان انا ممكن اغيرها خالص. على فكرة اللينك بتاعي بتاع الاسك موجود تحت، اللي عايز يدخل بقى، الناس الغريبة اللي بتدخل بقى تشتم ومش عارف ايه وتدخل تتكلم عادي. ومش عادي بالنسبه لي انا بس، برضو في ناس كتير قوي. يعني برضو عادل خالد، انا مش بحب اتكلم عن الناس كتير، بس عادل خالد برضو سمعت له ريكورد كان تحفه جدا، اللي هو بيقول ان كل واحد يخليه في حاله احسن. اعتقد ان هو صح جدا، يعني ان هو مقتنع برايه تماما، ورأي اي حد وشتمت اي حد عمرها ما هتأثر فيه. والمحنى اللي بيتقال دوت عمره برضو ما هيأثر فيه. هو كلامه هو متأكد ان هو صح 100%، وهو مقتنع برأيه جدا. اي حاجة حد هيقولها هتبقى useless خالص، مش نافعة جدا، يعني ملهاش اي فايدة. كده اعتقد ان انا اتكلمت على كل حاجة. هو التايتل مش يعني ملوش علاقة قوي بالريكورد يعني، بس اعتقد ان انا قلت النزاعات والمعارك اللي بتبقى موجودة دلوقتي. ده بجانب طبعا المعركة اللي بتبقى اللي هي السياسية اللي موجودة حاليا في مصر. يعني على الفيسبوك قلنا الاخوان والناس العادية، وقبل كده كان ما بين الفلول اللي هما بيقولوا عليهم فلول، وما بين اللي عملوا 25 يناير. وبعد كده بقت المعركة بتاعت ما بين اللي مع الجيش واللي ضد الجيش، اللي مش متعاطف مع الاخوان اللي ماتوا اللي اتقتلوا، واللي متعاطف معاهم. كل ديت كانت معارك بتحصل. ايه تاني؟ قلنا الحكاية بتاعت البيجز اللي هي بتبقى مش كويسة، اللي هي بتهاجم ربنا او بتهاجم سيدنا محمد بتحرف في الحديث ومش عارف ايه، ويلا ريبورت 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 لغاية ما تتقفل. ده كده بالنسبة للفيسبوك. قلنا الاسك الحوار بتاع يحيى ويوسف، ده نزاع، لا دي معركة بقى، ده مش نزاع. يعني اللي على الفيسبوك ده نزاع، لكن اللي على الاسك اف ام ده معركة يعني، ودخل فيها اطراف غريبة وناس غريبة عمالة تتكلم وكده. في ايه تاني؟ في وقلنا على الحكاية بتاعت اللي هو بتاعت المسيح الدجال والكلام بقى اللي هو بتاع يوم القيامة وكده. وقلنا ان في ناس ضد الكلام دوت، في ناس مع الكلام دوت وبتتعظ ومش عارف ايه. انا نفسي ضد الكلام دوت خالص، وشايف ان هو ملوش اي 30 لازمة. يعني هو حاجة ربنا قالها ومش عارف ايه، بس ملوش لازمة يعني ان احنا نخوف الناس. ده كده ما اعتقدش ان في حاجة تاني. الشارع بقى، عظمة المصري عموما في ان هو اولا مستحمل كل دوت.
ثانيا انا في ناس بجد عليها ضغوطات فظيعه في المعارك اللي بتحصل ديت والنزاعات ديت، في كل الحاجات اللي انا قلتها قبل كده ديت.